السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم مروة مروان من قناة يوميات سعد ومروة. هنعمل مع بعض النهاردة مبكبكة بالفراخ. سامحوني كنت غبت عليكم الفترة اللي فاتت دي كلها، بس يعني كسل، زي ما بتقولوا كسل كده، لان الواحد ما بيشوفش تفاعلات مع الفيديوهات وكده، فعشان كده الواحد كان بيكسل. بس ان شاء الله نرجع تاني مع بعض. انا مع بعض النهارده مبكبكه بالفراخ بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عارفه ان كنت عملتها معاكم مره قبل كده ولا لا، بس يلا نشوف الطريقه، ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. الفيديو ده والفيديو اللي بعده والله انا عاملاهم من رمضان، على الرغم من مساحة الفيديو او وقت الفيديو كله قليل جدا، وكنت مكسله ان انا منتجه. يعني انا كنت عامله الكباب الحله اللي هو هينزل الفيديو الجاي، والمبكبكه دي تقريبا من رمضان او يمكن من قبل رمضان. المبكبكه دي انا على فكره كنا عاملينها عند ماما في البيت، آه وكله كسل برضو عشان عدم التفاعل. بس يلا خير والحمد لله، وان شاء الله نرجع مع بعض تاني زي الاول، وباذن الله ربنا يحوش علينا الكسل ده كله ونشوف شغلنا بقى. يلا بينا نخش على الفيديو. معلش كنت طولت عليكم. هنا قطعت الفرخة على قطع صغيرة، على 8 قطع، وحطيت معاها البهارات. طبعا من غير اي مادة دهنية. حطيت ورق لورا وملح وفلفل اسمر وكمون ذرة بسيطة عشان ما يمررش، وبهارات كفتة او لحمة. ما استغنيش عنها، انا بتدي تيست جميل جدا في الطعم. وقرفة ناعمة وقرفة خشب. بس الحقيقة اللي قدامكم دي مش قرفة خشب، دي قطع كده، شكل قطع الخشب بتاع الشجر. بتدي طعم جميل جدا في الفراخ او في اللحمة، حتى لو عاملاها بالشرب. هي عند العطار، بس انا تقريبا انا ناسي اسمها، يعني اسمها مش متذكرها حاليا. هديلها بس التشويحة كده، وهنزل عليها بالبصل اللي انا مقطعاه. بس صدقوني لو حطيته في الاكلة دي يعني البهارات بتاعة الكفتة او اللحمة بتدي تيست جامد جدا، بتنقلها في حتة تانية. يعني ما حاولوا ان انتوا تحطوها ما تشتلوهاش. قطعت هنا كده البصلتين على الفرخة شرايح، وهسيبهم يتشوحوا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. نزلت هنا كمان بفلفلاية متقطعة، فلفلاية خضرا كده متقطعة شرايح، وهقلبهم في بعض برضو لحد ما ريحة الفلفل تطلع. نزلت هنا كمان برضو بطماطماية متقطعة مكعبات، وهسيبهم ياخدوا كده تشويحة مع بعض لحد ما الخضار ده كله يدوب كده، والخضار والفراخ ياخدوا من طعم بعض كده. بجد الريحة بتاعته كانت جميلة جدا دلوقتي. خلاص هما اتشوحوا مع بعض، هنزل عليهم بقى بمية بتغلي. بس الاول احط معلقه الصلصه، انا نسيتها. هحط معلقه صلصه هنا واخدهم تقليبه مع بعض، وانزل عليهم بميه بتغلي عشان اسوي فيها الفراخ. في المرحله دي وهي بتغلي انا ضفت مرقه الدجاج والملح. وهزود معلقه صلصه لان حسيت الميه بتاعتها لونها فاتح شويه، وانا عايزه المكرونه يبقى لونها غامق. فضفت معلقه صلصه هنا كده، وهكمل سواها. وهي على ما تستوي حوالي 3/4 سوا كده، هضيف عليها البطاطس المتقطعه. كده الفراخ استوت 3/4 سوا، هنزل عليها بالبطاطس، وهسيب البطاطس برضو استوت 3/4 سوا، وانزل عليها بالمكرونة. المكرونة هحطها في اخر 10 دقايق او ربع ساعة كده، على ما يعني حسب وقت تسوية المكرونة بس. آه وبرضو هسيبها تتشرب المية دي، بس مش هخليها تتشرب قوي لان هي بتبقى فيها صوص كده، بتبقى جوسي. هوريها لكم برضو دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو جربتوا الطريقه دي يا ريت تقولوا لي على رايكم في الكومنتات، وبالهنا والشفا.